رجعنا لكم بعد ما استقبلنا ضيفنا الشيخ محمد عبد الله نصر، الباحث في الشؤون الإسلامية. أهلا وسهلا يا محمد. أهلا بك يا فندم. طبعا حضرتك دايما ليك آراء مختلفة، وأنا عايزة أسمع منك النهاردة بقى حاجة خاصة بمصر، بالمجتمع، بوجهة نظر حضرتك وبخبرتك. أنا عايزة أسمع منك، أنت شايف الإرهاب في مصر نقدر نواجهه إزاي، نتصدى ليه إزاي، نقف أمامه إزاي؟ يعني بوجهة نظر حضرتك طبعا التنويرية. يعني الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اتفضل. أولا أنا أبارك للشعب المصري اليوم على انتصاره في أولى المعارك الكبرى، وعلى أن من الله علينا بشهداء أبطال. لا نعزي أحدا ولا نرفع الحداد، ولكن نقول نعلن التحدي ولا نعلن الحداد، ونعلن المباركة ولا نعلن العزاء، لأنهم شهداء وأحياء عند ربهم يرزقون. اليوم ذكرى من أعظم الذكريات في تاريخ الشعب المصري، 3/7، انتصار إرادة الشعب المصري على مؤامرة كبرى لتفتيت الدولة المصرية. كانت الصفوف الأولى من النساء والشباب. في الحقيقة إذا كنا نريد القضاء على الإرهاب من جذوره، علينا أن نعرف الأسباب التي أدت إلى هذا الإرهاب. أيوة فندم. ممكن ندفن رأسنا في النعام زي النعام في التراب، سهل جدا، ونقول حلول تقليدية طبقناها قبل كده من 60 سنة في نفس الحال ده. وأنا هقول لحضرتك حادثة بسيطة جدا. أيوة فندم. بعد ثورة يوليو التي قام بها الزعيم جمال عبد الناصر ورفاقه، أيوة، انتفض بعض الإرهابيون في بعض المناطق. تخيلي كان من المناطق اللي انتفضت وسارت ضد الدولة وخربت ودمرت كان إيه يا فندم؟ كرداسة. الكلام ده في الخمسينات والستينات. وبعد ما يقرب من 50 سنة في 2014 سارت نفس المنطقة. معناها أن احنا لم نعالج هذه القضية. جذور الإرهاب أولها الخطاب الديني. بصراحة نحن لا نمتلك خطابا دينيا حقيقيا. طب كيفية يا فندم تطوير الخطاب الديني، يعني أو تحديث الخطاب الديني؟ الحقيقة الجملة دي احنا بنسمعها وبنقولها ومنرددها في الإعلام كتير، والحقيقة ما حدش بيقول لنا هل حصل تطور في الخطاب الديني من بعد ما قلنا أو الرئيس السيسي خاطب وقال احنا عايزين نحدث الخطاب الديني؟ هل حصل يا فندم ده، ولا احنا عاملين نردد الكلام وما بنشوفش فعلا يعني أشياء واضحة تبين أن حصل تحديث للخطاب الديني؟ لأن الشباب بيسمعوا بعض الأفكار المتطرفة وبتبقى النتيجة اللي احنا بنشوفه دلوقتي، والشباب بيتغسل عقله خالص. حضرتك شايف إيه هي كيفية تطوير الخطاب الديني؟ 1 2 3 كده. طيب، أولا يجب أن نفصل بين الخطبة وبين الخطاب الديني. طبعا لما بنيجي نقول تحديث الخطاب الديني أو تجديد الخطاب الديني بيفهم البعض أننا نريد خطبة جمعة بشكل جديد. لا طبعا، لا. الخطاب الديني أصلا مش للي جاي المسجد. اللي جاي المسجد هو يعني اوريدي هو جاي لي يسمع كلام ربنا. أنا عايز أستقطب وأوجه رسالتي لمن لا يأتون إلى المساجد وهم الشريحة الكبرى من الناس. أنت عندك النهاردة أزمتين، تواجهي تيار الحادي ينتشر في مصر، وتواجهي تيار متطرف ينتشر في مصر. أيوة فهم. ما بين الإفراط والتفريط. المنطقة الوسطى بين الاثنين هو الخطاب الديني التنويري. الآلية الأولى رقم 1، عشان نعمل خطاب ديني جديد لابد من نقد التراث الديني ونخله. بالبلدي كده، ست البيت لما بتيجي تعجن تعمل عجين يعني بتنخل الدقيق عشان تطلع منه الردة والدقيق، بتفصل الدقيق لوحده والردة لوحدها. التراث الديني هو ليس الدين. الدين هو النص القرآني وصحيح السنة النبوية المطهرة، وما عدا ذلك هي أفكار بشرية. فكرة فلان الفلاني من 1000 سنة عشان احنا مجتمع يجيد تقديس السابقين او مجتمع ابائي. أيوة. كل ما نعمل حاجه نقول بس اهالينا قالوا لنا كده او اهالينا علمونا كده. لا نجيد استخدام العقل كثيرا، ودي الازمه اللي احنا تعرضنا لها. طيب، رقم 1 ننقد التراث الديني وننخله بدون التطاول على السابقين.
ولا تغيير نحترمهم. الثوابت. لا، الثواب دي الافكار، الفكر البشري ليس ثابت. الثابت هو النص الالهي المقدس طبعا. لكن فهمي او فهم غيري من السابقين او اللاحقين ليس مقدسا، ده اجتهاد بشري. أيوة. نحن خلطنا بين النص المقدس وبين الاجتهاد البشري الغير مقدس. على سبيل المثال، إذا أردنا أن ننقد التراث الديني لابد أن يكون عندنا منهجية علمية، مش أي حد ينقد كده والسلام. تمام. المنهجية العلمية مثلا في التعامل مع النص القرآني أن نكون عالمين أنه لا ترادف في القرآن. أيوة. النص القرآني ألفاظه صريحة وواضحة، مفيش لفظ ينفع يجي مكان لفظ تاني، كل لفظ يؤدي لمعنى معين. ونكون عارفين السياق الذي يعني يدار فيه النص القرآني. اتنين، لما نيجي مثلا نتعرض للسنة النبوية بالنقد، علينا أن نضع علم جديد، والحمد لله أنا شغال الفترة اللي فاتت على هذا العلم. أيوة. وهو علم نقد المتن. أيوة. السابقين لما كانوا بيجي يتكلموا في الحديث النبوي كانوا يهتموا بالإسناد اللي هو سلسلة الرواة، اللي هو حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وهذه المنهجية أثبتت خطأها بعد 1400 سنة. ليه؟ لأن اهتمامي بالأشخاص اللي رووا دون متن أو نص الحديث بيخليني لو الأستاذة رانيا أنا بصدقها هاخد منها أي كلام، وده في الإسلام مش مظبوط. في الإسلام ربنا سبحانه وتعالى ادانا قواعد علمية اللي أنا بنيت عليها علم نقد المتن. أول حاجة فيه إن أنا مش ههتم بالإسناد مين قال، ولكن ههتم بما قيل. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيوة. أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طب أنا بس عايزة أقول لحضرتك حاجة. اتفضل. يعني حضرتك برضو كلام حضرتك كله يعني ايه كلام يبقى عايز حضرتك وحد يناظر حضرتك بنفس علمك. انا عايزه كلام يعني بسيط للشاب يسمعه فيقول ايه الشيخ محمد قال لي معلومه انا عرفت منها مثلا ان ما اسمعش للناس ديت لان دول افكارهم متطرفه. انا عارفه ان حضرتك ذو علم يعني ما شاء الله عليك، عندك علم غزير، ولكن انا عايزه يعني ايه زي ما بيقول كده بالبلدي كلام بسيط للشباب اللي قاعدين بيسمعونا، اللي هم سنهم بيتراوح برضو من 12 ل 19، هو السن الحرج ده اللي هم بياخدوهم في مسيراتهم، اللي هم دلوقتي بنسمعنا او بيروحوا للمخدرات. مساله انه احنا عايزين ندمر الشخصيه المصريه، وهو ده حروب الجيل الرابع، انه يدمر الشخصيه المصريه، يخليه يتعاطى المخدرات، يخليه يفكر باسلوب متطرف، او فبالتالي انتمائه للوطن بينتهي لان هو اساسا بيبقى انتهى كمواطن. انا عايزه بعلمك الغزير تقول لنا بشكل مبسط ازاي هو لما يسمعك يقدر يفهم ان هو ممكن يكون بيروح في سكه غلط او هو بيفكر غلط. تمام. بالبلدي كده وبكل بساطه بقول لكل شاب وكل فتاه بيسمع خطاب ديني، اولا الكلام ما يمرش على قلبك، الكلام لازم يمر على عقلك. تمام. 42 آية في القرآن، أفلا يعقلون، أفلا يتفكرون، أفلا يتدبرون. طبعا. وربنا سبحانه وتعالى جعل من أسباب دخول النار عدم إعمال العقل، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أرد الكلام اللي بسمعه على عقلي. واثنين أرده على النص القرآني. أيوة. أمسك القرآن الكريم. واحد سمعت خطاب في الجامع: أيها المسلمون إن هذا الجيش الكافر يجب أن نخرج عليه، إن السيسي وأعوانهم مرتدون ويجب قتالهم. مثلا ما بيسمعوا حاجة زي دي. أسمع ده ويقوم قايل لي طبعا في الجامعة ما حدش يرد عليه. طب يا عم الشيخ إيه دليلك؟ يقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف وجعل رزقي تحت ظل رمحي. قال رسول الله: يا معشر قريش جئتكم بالذبح. أنا بقى كمسلم بفطرتي أعمل إيه؟ أيوة. إيه ده؟ هو الرسول ده في القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أحط على اليمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأحط خطاب الشيخ الظلامي المتطرف على إيد الشمال، وبص كده النص بيقول إيه والشيخ بيقول إيه، هعرف على طول إن الشيخ مش كلامه مش مظبوط. وأسأل نفسي إذا كان التقرب إلى الله والوصول إليه يكون بقطع الرقاب واغتصاب النساء وسبيهم وبيعهم في المزادات زي ما بيحصل، وتدمير البلدان وهدم الجيوش وتخريب العمران،
ده ده دعوه ربنا اللي هم بيبلغوها للناس. طب امال الشيطان دعوته الشيطان تكون دعوته ايه؟ هتكون ايه؟ ايوه، صح. يبقى اكيد مظبوط. بقى الشيطان بيقول لي صلي وصوم وزكي. صحيح. بعرض كمان على فطرتي الانسانيه، كل اللي ما تقبلوش الفطره استحاله يكون من الدين. طب احنا معلش، احنا معانا مداخله من الشيخ نبيل نعيم زعيم التنظيم الجهاد السابق. اهلا بك يا فندم. مرحبا بك يا استاذه رانيا، وسلامي الاستاذ محمد علي. ربنا يخليك. احنا كنت عايزه اتكلم مع حضرتك في كيفيه مواجهتنا للارهاب، وايه الدور اللي لازم يقوم بيه المجتمع. يعني الجيش والشرطه الحقيقه بيعملوا اللي عليهم واكتر، احنا بقى كمجتمع ايه دورنا التنويري اللي احنا نقدر نساعد بيه المجتمع ونساعد بيه الشباب اللي طالع انه ما يقعوش في فخ الافكار المتطرفه. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. اولا هؤلاء يستخدمون خطابا دينيا ساذجا مسطحا يخاطبون به الجهله الذين ليس لهم خلفيه ثقافيه تجعلهم ينقضون هذا الخطاب، او خلفيه فقهيه تجعلهم ينقضون هذا الخطاب الديني البسيط. واحنا علشان نحمي الشباب من هذه الافكار يجب ان نرد على افكار هؤلاء التكفيرين. ازاي يا فندم نقدر نرد؟ نرد ازاي يا فندم؟ يعني دعك من مساله تجديد الخطاب الديني واحنا نعمل ايه ده. هم ما بيلتفتوش للكلام ده، يعني هم من عمرهم ما قرأوا لمحمد عبد الوهاب او علي عبد الرازق، بل بيتهموهم اصلا في دينهم. لا يعني احنا يا فندم احنا بنتكلم على الشباب الصغير اللي لسه طالع. الشاب الصغير احنا بقى مثلا إيه؟ كتاب زي مد الايادي الى بيعه البغدادي او البيان في اعلان دوله الاسلام اللي هو بيقرأه او اللي هم بينشروه الشاب بيقتنع. احنا نجيب الكتاب ده ايوه يا فندم ونفنده واحده واحده. مثلا على سبيل المثال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. نبين للشاب ان في كلمه الناس دي اسمها العهديه. يعني ايه العهديه؟ الناس الذين ذكرهم الرسول هم قريش الذين اخرجوه. وبانقضاء ومع الفتح انتهى هذا العمل بهذا الحديث، لان الرسول لم ياتي الى قتال كافه الناس حتى يوم القيامه. هو ما قالش كده ومش هيحصل ولا حد يقدر يعمل كده اصلا. حضرتك طبعا عارف ان امبارح يعني ان اللي هاجموا الجيش حوالي 300 شاب يعني، والحقيقه ان هم كلهم من عناصر معظمهم مش مصريين ومن جنسيات مختلفه، ومعاهم اسلحه يا فندم وذخائر مضاده للطائرات. ويعني حضرتك شايف ان الاسلحه دي دخلت ازاي، والشباب ده تم استقطابه ازاي؟ يعني عشان بس الشباب بتاعنا ما يقعش في الفخ ده يا فندم. الشباب ده هو الشباب اللي بيقاتل في ليبيا، وهو الشباب اللي بيقاتل في العراق، وهو اللي بيقاتل في سوريا. دول قياداتهم قيادات عميله بتنفذ اجنده اجنبيه اللي قالها السيد الرئيس، وهي حروب الجيل الرابع. ايوه يا فندم. حروب الجيل الرابع تعتمد على عملاء من الوطن واموال واعلام، وهم الموفرين الحاجات دي، موفرين العملاء والاعلام والمال. ولكن احنا عشان نحمي الشباب الجديد او نزلزل فكر الشباب اللي جوه، احنا نبدا نرد على الافكار التكفيريه اللي بيتجندوا بيها. اما القيادات فالقيادات دي عميله ليس لها توبه وليس لها مراجعات، لانه عارف هو بيعمل ايه اصلا. دول مجموعه من العملاء ينفذون اجنده اجنبيه اللي هي قالها برجينسكي في السبعينات. من اجل خلق اسرائيل الكبرى لابد من تفتيت الدول المحيطه باسرائيل الى كيانات طائفيه وعرقيه تتقاتل فيما بينها، وسموا هذه الخطه خطه السوق النظيف، وهي تشمل العراق وسوريا والسعوديه ومصر. دي الاساس، انما بقيه الدول ما كانتش هي الاساس في هذه وجهزوا نفسهم على اساس تدمير هذه الدول. نجحوا في تدمير العراق وفي تدمير سوريا، وحاولوا في مصر مع وصول الاخوان للحكم، ولكن مع ثوره 30 يونيو الحمد لله فشل المخطط. وده اللي قاله المشير طنطاوي في حوار مع اليوم السابع في شهر مارس 2014. قال: الحمد لله الذي انقذ المنطقه من مخطط التقسيم بثوره 30 يونيو والاخوان شركاء في ذلك. فطبعا العملاء الكبار دول ما فيش حاجه اسمها ليهم توبه ولا مراجعات، ده كلام فاضي مش لا يجدي معهم. احنا بنتكلم عن ان احنا نحمي الشباب الصغير من ان يلتحق بهم، او ان الشباب اللي موجود المخدوع نبدا نزلزل فكره بالرد على افكار هذه الجماعات. احنا نجيبها نسندها ونرد عليهم. بيقولوا كذا والرد كذا، بيقولوا كذا والرد كذا، بيقولوا كذا والرد كذا. هو ده الحل الوحيد.
لكن حضرتك تحديث الخطاب الديني حضرتك شايف انه مساله يعني هتاخد وقت طويل، او حضرتك مش شايف ان هي هتاخد وقت كبير ولن تجدي مع الجامعات دي، هم ما بيقروش. لا انا مش قصدي مع الجامعات، انا قصدي مع الشباب اللي لسه ممكن يستقطبوه ويبتدي يدخل مع الناس ديت يعني. اولا تجديد الخطاب الديني ده خطاب فوقي، يعني حاجه فوق مستوى الشباب اللي انت بتتكلمي عليه. يعني انا لما اجي اقول مفيش مترادفات في القران والمجازي في القران هو مش هيفهم الكلام ده اصلا دلوقتي خالص. ايوه يا فندم. بنشكرك يا شيخ نبيل، وعايزين بقى نلتقي بيك يعني كده مره ان شاء الله في لقاء متميز من لقاءات حضرتك، يعني ما تبخلش علينا بيها. بنشكرك يا شيخ نبيل. احنا دلوقتي معانا تقرير من الساده الصحفيين بيتكلموا عن مشكله الارهاب، وهم طرحوا الكثير من الحلول لمكافحه الارهاب. هنشوفها ونرجع لكم تاني. الأحداث التي شاهدناها أول أمس تشير إلى تورط أطراف خارجية من حيث التسليح، من حيث المعلومات التي حصل عليها الإرهابيين. لكن هنا يثبت كمان أن هناك في أخطاء شديدة جدا، وفي تهاون وتخاذل من القيادات العسكرية الموجودة حاليا في كيفية مواجهة الإرهاب. كشعب مصري وكأمية عربية وأمة إسلامية أن نتكاتف جنبا إلى جنب لمحاربة الإرهاب ومحاربة الاستبداد. أنا شايف أن الإرهاب والاستبداد وجهان لعملة واحدة. المثير في الأمر أن هذه الأسلحة متطورة للغاية، فمن أين تلقى هؤلاء التكفيريون أو هؤلاء الإرهابيون هذه التدريبات البارعة على هذه الأسلحة المتنوعة وذات القدرات الفائقة في سواء الهجوم أو الدفاع؟ ما يحدث في سيناء هو جزء من اللي بيحدث في المنطقة، زي ما احنا شايفين داعش وفي سوريا والعراق، وعندنا في التكفيريين والجهاديين اللي هم موجودين في ليبيا. يعني في الوضع في كل الدول، في معظم الدول العربية يعني صعب، ولازم ان احنا نقف ونتكاتف كلنا كدول عربية مع بعض عشان خاطر نواجه هذا الخطر. الحملة المصرية تجاه الإرهاب تتحقق، إجراءات أمنية متواصلة ضد العناصر الإرهابية، حملة فكرية تستهدف تصحيح صورة الإسلام المغلوط الذي تروجه هذه الجماعات، ثم عملية تنموية، لأن من خلال التنمية سوف نغلق منافذ التي تمد الجماعات الإرهابية بروافد من العناصر الإرهابية. لا بد من إشعار أهالي سيناء أن هذا وطنهم، وأن السلطة المركزية في القاهرة لا تتخذ أي قرارات بشأن التعامل في سيناء إلا بالتراضي معهم وتحديد خطة لكيفية مواجهة الإرهابيين دون اللجوء فقط إلى الوسائل الأمنية والعسكرية، لأنها لا تكفي في حد ذاتها. أنا شايف لماذا لا تكون هناك مصالحة؟ أنا ممكن نطرح في هذا التوقيت. تقول لي التوقيت ده ما ينفعش نطرحه فيه، لا ده بالعكس، دوت التوقيت ده احنا فيه مصالحة على مستوى الوطن كله، مصالحة شاملة جامعة، لأن ده مين؟ ده ما في الجيش ده أخويا وأخوك، واللي بيموت ده مين؟ ما ممكن يكون أخويا وأخوك، سواء من الجانب ده أو من الجانب ده. لابد من وجود آلية محكمة لعمليات التفتيش للمعابر والتشديد والإجراءات الأمنية، وبالإضافة إلى ذلك لابد أن تكون هناك مواجهات احترازية من الناحية الأمنية أو الناحية العسكرية لكل ما يحدث على أرض سيناء. العدالة غير متوفرة في أي حاجة دلوقتي. ثانيا التنمية، سيناء ديت احنا كنا بنروحها لا في طرق ولا في ميه للشرب اصلا ولا في تنميه لكل اهل سيناء، بحيث ان احنا نقدر نصد او نهجر ليهم ناس يقعدوا هم الاهل او الناس اللي موجودين هم اللي يقدروا يحموا البلد ويحموا كده. فاحنا لازم نتحد، لان الخطر مننا وفي وسطنا وما نعرفوش، لانه بيتكلم باسم الاسلام. تجديد القبضه الامنيه ومواجهه الفكر المتطرف بالفكر المعتدل والتنميه، هذه هي الروشتة التي وصفها بعض قادة الرأي والتعبير بنقابة الصحفيين. سيد الإمام، الناس وبس، CRT. بنشكر الأستاذ سيد الإمام على مجهوده في التقرير. بنشكرك يا أستاذ سيد.
رجعنا تاني لحضرتك يا استاذ محمد، الشيخ محمد علي نصر. انا معلش الاستاذ دايما في بقي، لسه بقالي كتير ما استضفتش يعني احد العلماء من الشيوخ يعني، فمعانا الشيخ محمد علي نصر. اهلا بقى. عبد الله نصر على فكره هي مكتوبه عندي غلط، بس انا عارفه انها عبد الله نصر. عايزه اقول بقى حضرتك فكره الشهيد، يعني هم فاكرين انه في الآية الكريمة طبعا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الآية دي هم فاكرين إن هم لما يفجروا نفسهم أو يبقى انتحاري هو خلاص كده بقى شهيد. ما تعريف كلمة الشهيد؟ هو الآية بتقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل من؟ في سبيل الله. الأول لازم نعرف من هو الله. الله سبحانه وتعالى في القرآن عرفنا عن نفسه وقال ذلك بأن الله هو الحق. أيوة. وأن ما يدعون من دونه الباطل. يبقى الله هو الحق. الحق قيمة، وخدي بالك إنها جاية الحق مش حق، جاية الحق بألف ولام التعريف. الحق قيمة كلية مطلقة تعني العدل والخير والسلام والمحبة والرحمة. تمام. يبقى سبيل الله كل ما يؤدي إلى الخير والسلام والرحمة والمحبة والتسامح. إله الباطل كل ما يؤدي إلى العنف والقتل وسفك الدماء. الشهيد هو شخص ضحى بأغلى شيء يملكه وهو الحياة، وحب الحفاظ على النفس دي أهم غريزة في الإنسان. قد يتنازل الإنسان، ممكن يتنازل عن الطعام والشراب وكل الشهوات في المقابل البقاء على حياته. لكن الشهيد شخص متجرد. عايزة تعرفي تعريف الشهيد بقى بدون فلسفة؟ الشهيد هو أبانوب وعبد الرحمن. أيوة. مصر ليها دلوقتي جناحين، جناح اسمه عبد الرحمن وجناح اسمه أبانوب. أبانوب رفض ينزل الأجازة عشان يجي يستنى الأجازة ينزل مع عبد الرحمن وينزلوا ويسلوا بعض في المواصلات. ايه ده؟ عبد الرحمن ما قالش ان أبانوب مسيحي كافر يجب ان نقتله ونخرجه من أرض العرب، وأبانوب ما قالش ان عبد الرحمن مسلم واحنا ما بنحبش المسلمين. لا ده هنا بقى الدولة المصرية هي الدولة الوحيدة اللي في العالم اللي بتمصر الأديان. أيوة. تشوفي يوم 26/7 كانت مصر بتتعانق لما أذان المغرب في رمضان مع أجراس الكنائس، فما كنتيش تعرفي أيهما نداء الله سبحانه وتعالى. دولة عجيبة. بيجي لها أي دين، اليهودية المسيحية الإسلام بتصبغها. عبد الرحمن وهو مصاب يقوم يكمل دوره ويفدي حياته. شوفي ما هربش من أرض المعركة. يعمل إيه عبد الرحمن؟ عبد الرحمن وهو مصاب يقتل 12 تكفيري. بينما التكفيري جاء لعبد الرحمن خلسة، مش جيش منظم جاي يحارب، ده جاي متداري، جاي بالغدر والخيانة. جاي كل هدفه ايه؟ انه اول ما يطلع الجنة الحور العين مستنياه، انما عبد الرحمن همه سبيل الله. ده الفرق بقى بين من كان سبيله الحور العين، لان الجماعات دي مصابة بالهوس الجنسي. يعني انا شفت فيديو لاحد اللي بيسموا نفسهم مجاهدين رابط على نفسه حزام العفة، حزام حديد، عشان يحافظ على أعضائه التناسلية لما يوصل للجنة. فاكر الجنة إيه بالنسبة له؟ هي دي رؤيته للجنة. فأنا بالنسبة لي الشهيد هو الشخص الذي يضحي في سبيل الله، في سبيل الرحمة والسلام والمحبة والإنسانية. طب الأفكار يا فندم اللي هي الأفكار الداعشية، حضرتك شايف إن هي خارجة من رحم أفكار الإخوانية أو الأفكار اللي كان بيكتبها في كتبه سيد قطب، أو كان بيغذي بيها الأجيال اللي هي معظمها في السجن دلوقتي من أفكار سيد قطب يعني؟ حضرتك شايف إن هذه الأفكار خارجة من رحم أفكار سيد قطب؟ الأفكار أقدم من سيد قطب، لكن سيد قطب عمل حاجة عجيبة. يعني تكفير المجتمع والجيش والشرطة، ده نظرية الحاكمية اللي حطها في كتاب معالم في الطريق. وبالمناسبة دار نشر بحذر الشعب المصري منها ومن جريدتها، لأنها نشرت إن الجيش المصري هزم أمام الدواعش أول امبارح وأسر منه 60 واحد، وده كان كذب. طبعت كتاب سيد قطب معالم في الطريق 112 طبعة. معالم في الطريق هو ألغام في الطريق. تبنى سيد قطب نظر أو قاعد لنظرية اسمها نظرية الحاكمية. أيوة فهمت. نظرية الحاكمية أقدم من سيد قطب، لكن اللي وضع لها الضوابط بتاعتها
سيد قطب بعد ما خدها من ابو الاعلى المودودي في باكستان وجي مصر هنا عمل لها القاعده، هي المانيفستو بتاع الارهاب في العالم. وللاسف احنا اعدمنا سيد قطب ولم نعدم افكار سيد قطب، لان المعركه فيها جناحين يا استاذ. يا فندم. جناح امني طبعا، ضابط الجيش او الشرطه بالسلاح، والمفكر التنويري يضرب ويقصف بالمدفعيات الثقيله الافكار التنويريه، تضرب الافكار الظلاميه. نظريه الحاكميه عشان في عجاله لشباب مصر عشان ما حدش يخدعك ويقول لك تعالى نطبق الحاكميه ونقيم شرع الله. خدوها من آية إن الحكم إلا لله. لو بصينا إن الحكم إلا لله، الحكم هنا في الآية بمعنى إيه؟ أيوة، بمعنى القضاء والفصل. وأن يحكم بينهم بما مش بمعنى الحكم السياسي، لأن ربنا سبحانه وتعالى مش هينزل يحكم الدولة أي دولة، الدولة المصرية أو غيرها، إحنا اللي هنحكمها كبشر، وإحنا كبشر ما معناش توكيلات إلهية من الله سبحانه وتعالى. كمان سيد قطب لما كفر المجتمع كله كفره بناء على نظرية الخلافة. أنا بشوف شباب امبارح كنت بتسحر مع 3 أو 4 شباب أكبرهم ما يجاوزش 22 سنة، وبيتهموني بموالاة السلطة في مصر لأن أنا ما بنصرش شرع الله وما بساعدش المجاهدين لإقامة الخلافة. المشكلة بقى إن الولاد لا ملتحين ولا ملتزمين دينيا ولا أي حاجة. دي أفكار سياسية يا فندم. أيوة، فبيقول لي الخلافة عز للإسلام ووحدة. بالمناسبة بقى ما فيش فريضة في الإسلام اسمها فريضة الخلافة. ليه؟ لأن الخلافة لو كانت فريضة من الله سبحانه وتعالى كان نص عليها القرآن الكريم، كان النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه. إنما شوفي لو الخلافة فريضة كانت بقت بشكل واحد، إنما الخلافة جت إزاي؟ بمجرد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حصل فراغ في السلطة السياسية. الصحابة اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، تفكيرهم البشري اللي ملوش علاقة بالدين وصلهم انهم يعملوا نظرية الخلافة من يخلف النبي. اول خليفة جه ببيعة صغيرة من سقيفة بني ساعدة، الثاني اللي هو سيدنا عمر بالتعيين، الثالث سيدنا عثمان جاي بمجلس شورى من 6 وفي حكم يرجح الاصوات، سيدنا علي جاي ببيعة عامة من المسلمين. اذا لو كانت هي فريضة كانت بقى ليها شكل ايه؟ واحد. هي الصلاة ليها كم شكل؟ هي شكل واحد، ركوع وسجود وقيام وهكذا. كذلك الخلاف. عشان كده ربنا ادانا ضابط عام اللي هو ايه؟ وشاورهم في الامر وامرهم شورى بينهم. فاللي يجي يقول لك تعالى نقيم دولة الخلافة، هنقيمها ازاي؟ هنقيمها بان احنا نقتل المرتدين واعوان المرتدين من الجيش والشرطة والقضاء والشعب الموالي لهم. احب اقول لك حاجة، انت عايز تنصر ايه؟ عايز انصر الدين. طب تعالى اقول لك الدين بيقول ايه. الله سبحانه وتعالى خلق الوطن اولا اللي هو الارض، ثم خلق الانسان، ثم انزل الدين. ايه الرساله اللي نفهمها من ال3 كلمات؟ ان الدين، ان الوطن قبل ايه؟ قبل الانسان وقبل الايه؟ وقبل الدين. بعكس افكار سيد قطب يا فندم، هو بيعتبر ان الوطن ده حفنه عفنه من التراب. ما هي دي بقى الفكره الشيطانيه اللي حطوها عشان يضرب عند الشباب قضيه الانتماء. يقول لك الوطن وثن والعلم صنم والحدود تراب. لا، ده ربنا سبحانه وتعالى يورينا فكره الارض بانه خلق الارض اولا، ثم بعد ذلك الانسان، ثم بعد ذلك انزل الاديان، ثم النبي صلى الله عليه وسلم. عشان في اصوات كده طالعه امبارح تبرر الارهاب بانه من ظلم الدوله. لا، مش كذب. شوف بقى النموذج، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ده اسلوبهم، هو المظلوميه دي ده السيستم بتاعهم من منذ العشرينات يعني. النبي صلى الله عليه وسلم اهل القريه ضربوه واذوه وكفروه، اتهموه بالجنون والسحر. ماذا يفعل وهو خارج من القرية؟ الشباب بتوع اللهم هجرة والجنسية اتنازل عن الجنسية المصرية. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بأستار الكعبة ويبكي ويقول والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت أبدا. إذا هنا الفداء للوطن والدفاع عن الوطن طبعا. هو من الإسلام، قمة شعائر الإسلام. من لا وطن له لا دين له. يعني بكلمة حضرتك بشكرك، وهضطر معلش أختم الوقت ده. طب أنا أخد ثانية واحدة. اتفضل. أنا عامل مبادرة خليك إيجابي. أيوة. دعم الجيش والشرطة مش بإن احنا نقعد في التكييفات نتكلم وبس. أيوة يا فندم. ولا ننشر أخبار كاذبة عشان كانت في حرب نفسية شنوها علينا فعلا. ما ناخدش معلوماتنا ألا من الجيش المصري. أيوة. وأتمنى من الجيش المصري يعمل إذاعة. أيوة. أو يعمل قناة تلفزيونية. أنا هنزل أنا ومجموعة من الأصدقاء شيوخ وفنانين، هنلف الشوارع، الفنان هيقدم فنه
بكره نازلين شارع المعز اللي هيعزف على العود، وانا كل اللي املكه ما عنديش غير يافطه ادعم الجيش المصري والدفاع عن الوطن فريضه، وهنتمشى في الشوارع وسط المواطنين عشان يعني نبث فيهم الروح المعنويه العاليه حتى لا ينهزموا. واقول لهم قفوا جميعا خلف الجيش المصري، وإذا سقط الجيش وسقط الوطن فلن ينفعكم أي شيء ولا دور عبادة. وأخذ كلمة البابا تودرس أختم بيها، ما فائدة كنائس بلا وطن. نشكرك يا فندم، ونتمنى ان شاء الله يكون لنا لقاء اطول بعد كده المره الجايه ان شاء الله باذن الله. بشكركم، وانا هختم معاكم الحلقه دلوقتي واقول لكم تصبحوا على خير، عشان يعني هسيبكم بقى تشوفوا تقرير جميل بيتكلم عن تاريخ الارهاب في مصر ودور الجيش في سيناء ومن ايام 25 يناير لحد 2015. بقول لكم تصبحوا على خير، ودايما نلتقي بيكم في الناس وبس. بشكركم. رانيا محمود ياسين.